كاتو ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده يا شباب منصه جديده. في الاول كده بس صلوا على رسول الله. اول حاجه نحتاج نعملها هنعمل تسجيل حساب. بعد ما نعمل تسجيل حساب بيفتح معانا بالشكل ده. طبعا لو انا حابه اعمل ايداع هضغط على تعبئه الرصيد، هختار اي عمله متاحه معايا في المحفظه بتاعتي. مثلا العمله دي. طبعا الحساب القمي اللي هي الخطط، اللي هي الفي اي بي يعني. الحساب الذكي اللي هي الخطة مثلا لمدة يوم، لمدة يومين، لمدة 10، لمدة شهر كده. واحنا هنختار حساب القمي اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة. فهناخد العنوان نسخه ونروح المحفظة بتاعتنا نحول عليه المبلغ. بعد ما نعمل ايداع هنضغط على اكتملت عملية اعادة الشحن. بالشكل ده بكون عملت ايداع. خلاص عملت ايداع والرصيد انضاف معايا بالشكل ده كده اللي هو 11 دولار. هنيجي نضغط على تحديد الكمية وهنضغط على ابدأ بالتحديد القمي عشان طبعا ناخد المهمة بتاعتنا. بيقول ان انا بعد 20 ساعة و43 دقيقة هقدر ان انا اخد المهمة مرة تانية. لما التايمر ده يخلص يعني. هنا طبعا اخدت 2 دولار و17 سنت. طبعا الفي اي بي 0 والفي اي بي 1 والفي اي بي 2 والفي اي بي 3، كل الليفلات او كل الفي اي بيات لحد الفي اي بي كام 14 15 لحد في اي بي 15 في اي بي. طيب هنا طبعا يستثمر اللي هو الريبوت رقم 1 بسعره 15 دولار لمدة 7 أيام، وده سعره 50 دولار لمدة 15 يوم. طيب كل ده الفي اي بيهات لحد برضو كام 8 الريبوتات يعني او الخطط. تمام. طيب هنا طبعا كود الإحالة والرابط، وهنا بيقول لك شارك لي. دي طبعا وسائل التواصل الاجتماعي نقدر ان احنا نشارك رابط الإحالة عليها. طيب دلوقتي بقى عايزين نسحب، هنضغط على ينسحب. هنجيب العنوان بتاعنا، خلينا في عملة البي اي بي 20 بالشكل ده. كتبت المبلغ، كتبت العنوان، كتبت كلمة السر، وهضغط على يتأكد. كده بيقول لي تم السحب بنجاح، ويقول لي المبلغ المراد معالجته موجود كمان اهو. هستنى بقى ان السحب يوصل لي. طبعا هنا التفاصيل الايداع بقى واصول الربح والحساب الذكي. طبعا ما اشتغلتش على الحساب الذكي. طيب دلوقتي دي شوية حاجات كده على المنصة، الربح والكلام ده كله. الليفل مثلا وربحه قد ايه. هنقفل الواجهة. طبعا بالشكل ده السحب وصل لي 2 علامة 17 سنت. بس هو لسه بيتأكد، بيقول ان هو اتأكد 5 تأكيدات من 15. هستنى ان هو يتأكد كامل وارجع له. بالشكل ده السحب اتأكد بعد حوالي دقيقة ولا دقيقتين بكتير خالص. طبعا دي كانت فكرة الفيديو بتاع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.